السلام عليكم غوالي، يسعد اوقاتكم منين ما كنتوا عم تتابعونا. اليوم بما انه الشوكولاتة عاملة ترند بكل انواعها، حبيت انقل لكم تجربتي اليوم مع الجهاز هذا الصغير، جهاز الرش. اصغر جهاز رش بالعالم هذا، اللي برش فيه قوالب الشوكولاتة بزبدة الكاكاو بالالوان اللي انتم شايفينها قدامكم. هلأ هي لا تدققوا كتير على الرسمات، أنا بس يعني حبيت بس إنه أجرب موضوع البخاخ، تمام؟ إنه هذا عملي لزبدة الكاكاو أو لأ. هذا البخاخ للعلم بخاخ صغير ببطارية بيجي تقريبا سعة بطاريته 1000. الفتحة فتحة الإبرة تبعه 0.3. كتير ناس من الأصدقاء قالوا لي إنه ما بيزبط 0.3، لأ لازم 0.5. مزبوط طبعا كلامهم 100%، لكن أنا جربته على 0.3 والنتيجة هي مثل ما أنتم شايفين قدامكم. بتمنى منكم انكم تتابعوني لاخر الفيديو لحتى تشوفوا حبة الشوكولاتة كيف طلعت، وبتمنى انه تعجبكم وتعجبكم هالتجربة. طبعا هذا لشغل منزلي، يعني شغل بسيط، ما انه شغل معامل، ما انه شغل ضخم انتاج كبير. لا، هو انتاجه ضعيف مثل ما انتم شايفين، يعني هو بخاخ صغير بالاخر. واللي انا شايفه انه اعطاني نتيجة كتير حلوة، اعطاني نتيجة كتير حلوة بالبخ. طبعا بغض النظر عن موضوع التيمبرينج، لازم نعمل تيمبرينج للشوكولاتة، نعمل تيمبرينج لزبدة الكاكاو. هذه الأمور كلياتها لازم ناخذها بعين الاعتبار. لكن بشكل عام الجهاز عملي وكويس وعجبني، ونتيجته كتير حلوة لشغل منزلي، لشغل ست بيت، لشغل خفيف. كتير حلو. والحلو فيه إنه صغير وعلى قد الإيد، محمول، وكمان سعره مانو كتير غالي. وبإمكانكم تبلشوا مشروعكم فيه، وبس يكبروا المشروع، بس تكبر مشروعكم بإمكانكم عاد تجيبوا الأجهزة المعتمدة. بتمنى لكم مشاهدة سعيدة. لا تنسونا من زر اللايك، المشاركة مع أحبابكم وأصحابكم. واللي عنده أي استفسار إن شاء الله ما بنقصر معه، اكتبوا لنا بالتعليقات ونحن جاهزين. حبايب القلب، السلام عليكم ورحمة الله.